وانا النهارده جاي يمكن اقول لك على حاجه انا نسيت اتكلم عنها في الفيديو بتاع مباراه النادي الاهلي ونادي بتروجيت، او تحليل مباراه النادي الاهلي ونادي بتروجيت، وهي مشكله الدفاع. وايه هي سبب مشكله الدفاع؟ النادي الاهلي عنده مشكله كبيره جدا 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 في الدفاع. انت لعبت 11 مباراه استقبلت فيهم، او في كل مباراه بتستقبل جون ما عدا مباراه واحده اللي هي قدام غزل المحله، اللي اصلا فرقه ما هاجمتكش. انت اي فريق عمل عليك هجمات في الدوري لغايه دلوقتي تقريبا دخل فيك جوان، دخل فيك جون او التاني او اتنين. فايه المشكله في فايه المشكله في في دفاع النادي الاهلي؟ في مشكله كبيره جدا في دفاع النادي الاهلي. انا من وجهه نظري انا، على فكره، انت اداء اللعيبه عندك سواء ياسين مرعى او ياسر ابراهيم او محمد هاني او كوكو في بعض الاوقات اداء كويس جدا. فاذا هو المشكله من وجهه نظر انا في دفاع النادي الاهلي هي مشكله بدنيه. مشكله بدنيه لان انت دايما بيبقى عندك المشكله في الشوط الثاني. يمكن لمرات قليله جدا انت بيدخل فيك اجوان في الدور الشوط الاول زي مباراه النهارده وزي مباراه الزمالك، لكن انت معظم الاجوان اللي بتدخل فيك كانت بتدخل في الشوط الثاني، او معظم الاجوان اللي دخلت فيك كانت بتدخل في الشوط الثاني. فانا من وجهه نظري انا مشكله الدفاع عندك هي مشكله بدنيه اكتر من مشكله امكانيات. يمكن برضو في مشكله تانية، هي مشكله ان انت في بعض المباريات ما بيبقاش عندك باك ليفت، ان انت محتاج باك ليفت يكون مع محمد شكري، لان كوكا لعيب مش مكانه ان هو يلعب باك ليفت. فممكن يبقى مباراة كويس وممكن يبقى مباريات تانية يكون سيء فيها وما تقدرش تلوم. فعشان كده برضو دي من وجهة نظري هنا مشكلة تانية عند النادي الأهلي، أو سبب تاني لمشاكل النادي الأهلي في الدفاع. دول من وجهة نظري أنا هما السببين الأوائل في مشكلة النادي الأهلي في الدفاع. المشكلة الأولى بدنية، المشكلة التانية هي مشكلة إن أنت ما عندكش لعيب باك ليفت يلعب مع محمد شكري، او يلعب في حاله اصابه محمد شكري. ولازم سرعه النادي الاهلي اهم صفقه تعملها في يناير هما حاجتين من وجهه نظري انا، واهم صفقتين تعملهم في يناير واكتر صفقتين انت محتاجهم هما في مركزين: مركز الباك الشمال لان انت ما عندكش لعيبه باك شمال، ومركز المهاجم لان انت شريف وجراديشار الاثنين ادائهم مخيب جدا. يمكن جراديشار النهارده كان احسن لعيب في الماتش، او كان واحد من احسن لعيبه الماتش، لكن برضو في الباقي الماتشات جراديشار كان اداؤه سيء جدا. فانت محتاج مهاجم ومحتاج باك ليفت في اسرع وقت. فدول من وجهة نظر انا اهم مركزين محتاجينهم في صفقات يناير، او محتاجين نعمل فيهم صفقات في يناير.